أبو الريحان البيروني، الراجل اللي قهر أبعاد الزمان والمكان وبص للأرض من ورا الغيوم قبل ما تتولد الأقمار الصناعية ب1000 سنة. تخيل عالم عايش في القرن الرابع الهجري قاعد في أوضته وبأدوات بدائية جدا يقيس محيط الكرة الأرضية بدقة مرعبة ما تختلفش عن حسابات وكالة ناسا النهاردة إلا بكسور بسيطة جدا ما تكملش نص في المية. إزاي عقل واحد قدر يسبق عصره ب1000 سنة؟ وإزاي راجل واحد يكون فلكي وجغرافي ورياضياتي وجيولوجي ومترجم في نفس الوقت؟ النهارده هنتكلم عن العبقرية الصافية، عن الموسوعي أبو الريحان البيروني. اتولد محمد ابن أحمد البيروني سنة 973 ميلادية في خوارزم، وتحديدا في الضواحي بتاعتها، ومن هنا جه لقبه البيروني اللي معناها باللغة الفارسية البراني أو اللي جاي من بره البلد. من صغره ما كانش طفل طبيعي، كان عنده شغف مرعب بالمعرفة، وما كانش بيعدي عليه يوم من غير ما يقرأ أو يكتب أو يراقب النجوم. تنقل البيروني بين قصور الملوك والأمراء وعاش في جرجان لحد ما استقر بيه الحال في غزنة اللي هي أفغانستان النهاردة تحت حكم السلطان محمود الغزنوي. ورغم كل اللخبطة السياسية والحروب اللي عاصرها إلا إنه خد من العلم ملجأ وحيد، لدرجة إن أصحابه قالوا عنه إنه ما كانش بيشيل القلم من إيده أبدا في السنة كلها إلا في يومين اتنين بس، يوم النيروز ويوم المهرجان، ودي كانت الأعياد الرسمية وقتها. دول اليومين اللي كان بيريح فيهم. تعالوا بقى ندخل على المعجزة اللي جننت العلماء على مر العصور، قياس محيط الأرض. في وقت كان ناس كتير فاكرين ان الارض مسطحه ومش قادرين يتخيلوا ابعادها، البيروني سافر لقلعه اسمها نندنه في باكستان الحاليه. الراجل ده ما كانش معاه تلسكوبات ولا طيارات ولا اقمار صناعيه، كل اللي كان معاه اداه بدائيه اسمها الاسترلاب. وقف قدام جبل عالي مشرف على سهل واسع وقاس ارتفاع الجبل، وبعدين طلع فوق القمه وقاس زاويه انخفاض الافق، وبمعادله رياضيه عبقريه بتعتمد على المثلثات قدر يحسب نصف قطر الكره الارضيه ومحيطها. النتيجه اللي وصل ليها كانت حوالي 39211 كيلومتر. طب انتم عارفين محيط الارض الحقيقي كام بحسابات الاقمار الصناعيه والاجهزه الحديثه النهارده؟ حوالي 40075 كيلومتر، يعني نسبه الخطا اقل من 1%. عبقرية البيروني ما وقفتش عند قياس الأرض بس، ده كان من أوائل الناس اللي ناقشوا بكل جرأة علمية فكرة إن الأرض بتدور حوالين محورها. في كتابه القانون المسعودي حط الفرضية دي وناقشها بعمق، وقال إن حركة النجوم والكواكب اللي بنشوفها في السماء ممكن تكون سبب دوران الأرض نفسها، وهي الفكرة اللي الغرب ما جرؤوش يقتنعوا بيها إلا بعد قرون طويلة مع كوبرنيكوس وجاليليو. وفي الجيولوجيا أبهر العلماء لما درس طبيعة الأرض والصخور، وهو بيتأمل في وادي السند كتب جملة تاريخية إن بحر الهند كان في العصور القديمة منخفض ملأته السيول بالحصى والرمال. يعني الراجل فهم من 1000 سنة ازاي التضاريس والطبقات الرسوبية بتتكون عبر ملايين السنين. ولما البيروني رافق السلطان محمود الغزنوي في رحلاته للهند ما راحش هناك يحارب، ده راح باحث وعالم إنساني.